اهلا بيكم في لاتينو ستوديو. معاكم لاتينو. مبدئيا انا بشكر الاعضاء اللي عملوا ميكس للتراك وبعتوه. احنا هنقيم الميكسات ديت، ومش تقييم بمعنى ان هو ده ميكس سيء وميكس حلو. كل الناس اللي بتجتهد على طول هتوصل، مهما طال بيها الوقت هتوصل لطريق كويس. وكل مرة هنعمل ميكسينج هيبان فيه ان الناس ديت بتتطور، لان مفيش حاجة هتطورك في الهندسة الصوتية غير ان انت تشتغل وتخطئ، وحد يقول لك خد بالك من المعلومة الفلانية ديت فتاخد بالك منها، فالبروجكت اللي جاي تشتغل تطلع صوت احسن، تطلع ميكس احسن، وهكذا. اما ان انت تتفرج على معلومة بدون ممارسة ده مش هيوصلك لاي نتيجة. فاحنا بنشكر كل الناس اللي بعتت الميكسات بتاعتها، وهنبدأ نتكلم على بعض التفاصيل التقنية والتفاصيل الذوقية. الهدف من السلسلة ديت مش ان احنا نطلع احسن ميكس واوحش ميكس. الهدف من السلسلة ديت ان احنا كلنا نرتقي بمستوانا في الهندسة الصوتية، ونحاول نحسن من الاخطاء اللي عندنا او الحاجات اللي في سبيل ان هي تبقى احسن، ونحاول نتعرف ان نفس الماتيريال ديت لو في حد تاني اشتغل عليها هيطلع منها صوت عامل ازاي. علشان طول الوقت انت هتسأل نفسك سؤال، هو ليه قدر يطلع ده احسن مني؟ وانا هحاول اقرب الجابس ما بين الميكسات بتاعة الاعضاء وبين كمان الميكس اللي انا عملته. فاحنا الاول هنتكلم شوية عن اللاودنس. تعالوا نخش بقى جوه الكمبيوتر نقول حبة معلومات. البرنامج اللي انا فاتحه دوت اي ستوب ار اكس 9. حطيت فيه الاغاني كلها على بعضها عشان حابب اتكلم شوية على اللاودنس. التراك شوية يخش في مود ان هو روك او سوفت روك، او ممكن الناس تصنفه شويه الترناتيف روك، يعني مش روك بيور قوي عشان في كونجات وبونجز وحاجات كده. التراك بتاع البركشن الناس اللي عملت ميكس هتبقى عارفه يعني. فالتراك ايه يعني باندي، او تحس ان ايه ده باند كده بيلعب لايف وانت بتعمل له ميكسنج، بس الجنرال الاساسيه بتاعته ان هو سوفت روك مش هارد روك يعني. انا دلوقتي رصيت الميكسات اللي اتعملت، وهنقول شويه ارقام. فتحتهم في اي ستوب ار اكس، وهندوس على ويف فورم ستيتس. ويف فورم ستيتس دي بتدينا شويه احصائيات عن اللاودنس وايه اللي حصل في كل تراك. اول حاجه احنا عملناها، فتحنا التراك بتاع محمد طارق. محمد طارق كان متارجت ان اللاودنس يبقى ماينس 12، which is okay، ودوت حلو ومش وحش. واللاودنس رينج عنده 3.4 ودوت برضو حلو ومش وحش. في مشكله هنا فين؟ في مشكله ان السامبل بيك فيها مشكله، وان الترو بيك فيه مشكله. الاتنين عدوا يعني مش واحد بس. فالتراك دوت كده لما يترفع على البلاتفورمز هيبقى فيه مشكله في صوته. الهاي اند هتتغير، ولو اشتغل على اي سيستم، اللي قاعد على سيستم مثلا زي بتاع الدي جي مش واخد باله ان هو يبص على الماستر بيخرج ديستورشن ولا لا، التراك ده هيعمل ديستورشن بشكل كبير. فدي حاجه كنت المفروض تاخد بالك منها، ان الليمتر الاخير تخلي الاوتبوت بتاعه مثلا يبقى ماينس نص وتستخدم ترو بيك، او تخليه يبقى ماينس واحد وما تستخدمش ترو بيك ليمتر لو انت مش بتحب صوت الترو بيك ليمتر يعني. بعد كده نروح لنور المرشدي. نور المرشدي برضو هتظهر الاحصائيات بتاعته في اللاودنس. برضو اللاودنس رينج 3.8 ماينس 12.6، يعني هو هيكون صوته اقل من الميكس اللي عامله محمد طارق. تعالوا نبص على السامبل بيك. هنا احنا ما عملناش كليب، بس ترو بيك عمل كليب. فممكن برضو تقلل الاوتبوت بتاع الليمتر الاخير، او تستخدم ترو بيك ليمتر عشان ما يحصلش كليب في الحته الاخيره ديت. في ناس مش بتهتم قوي بصوت الترو بيك ليميت ان هو يحصل كليب في الخانه الاولى، مش بيشغلهم الموضوع دوت. بس انا بقول لك ان انت علشان مثلا في بعض المنصات زي انستجرام مثلا وتيك توك واحد منهم، لو سايب هيد روم ومفيش ترو بيك حصل فيها ديستورشن او كليبنج يعني زي كده، الحاجه بيبان صوتها احسن هناك. فده برضو مقبول كلاودنس عندنا. بعد كده عندنا وفيق عاطف. طبعا وفيق باين من شكل الويف فورم ان هو مطلع الميكس بلاودنس اقل. فدي حاجه شويه بتبقى مشكله لمهندس الميكس في العصر بتاعنا الحالي، ان احنا بنحب نسمع الناس الحاجه باللاودنس اللي هم متعودين عليه، اللي هو مثلا ماينس 12 ماينس 11 ماينس 10. لان انت لو سمعت الكلاينت الميكس بلاودنس قليل بيبان ان هو صوته مش حلو، لان ودنك خلاص متعوده ومخلوقه ان الصوت الاعلى هو الصوت الاحسن. فدي حاجه برضو ايه محتاج تبقى تاخد بالك منها. علي عادي بالليمتر بعد ما تخلص الميكس عشان تسمع الناس. عاوز بعد كده تلغيه لو هتبعت لمهندس ماسترنج يعمل ماستر مفيش مشكله. طيب تعالوا نبص هنا. يعني الترو بيك حصل فيه كليب صغير. السامبل بيك وصلنا لحاجات برضو يعني احنا مش المفروض نوصل لكده. حتى لو انت بتستخدم بيك عادي، ليمتر بيك عادي مش ترو بيك،
انت خليه ماينس نص الاوتبوت الخروج بتاعك، وبوش شويه اللاودنس، علشان كده التراك ده فيه دايناميك كتير حتى على الجنرا ديت بره بيطرقعوها بزياده. يعني بره لو اللي بيمكسج التراك دوت مجنون بحته اللاودنس هيوصله ماينس 7 وماينس 8 عادي، وما عندوش مشكله ان الداينامكس تروح من الميكس بتاعه. بعد كده رحنا لعمرو الشيخ. عمرو الشيخ باين من الويف فورم ان احنا قرصنا شويه بالليمتر زياده. ده بان فين؟ ده بان عندنا في لاودنس رينج ان هو بقى 2، واي حاجه بتعملها ميكسنج اللاودنس رينج بتاعها نزل ل3، يبقى انت كده المفروض جبت اخرها ومش محتاج تبوشها في الليمتر اكتر من كده. الرقم ده بيمثل الفرق ما بين الاقسام. يعني لما يكون عندي قسم مثلا ما فيهوش درامز ويجي قسم بعد كده يشتغل فيه درامز، المفروض يبقى فيه فرق ما بينهم، بيبقى فيه جابس، لان كمان في معظم الميوزك بيكونوا الدرامز اعلى حاجه. فاللي حصل هنا في الميكس دوت ان احنا عليناه زياده عن اللزوم. احنا حاطين اوتبوت ليميتر -1 ومستخدمين ترو بيك ليميت which is okay. بس هنا في مشكله عندنا، ان احنا مثلا لو جينا بصينا على الجزء ده في الميكس هنا هتلاقي ان كده اهو ده فلات زيه زي مثلا اول الاغنيه، وزي الحته يعني الحته الوحيده اللي باين فيها دايناميك او بتتنفس الدرام السكت فيها هنا. لو رحنا نشوف نفس السكشن دوت مثلا عند نور، لا احنا باين عندنا ان احنا ستيل في دايناميك. عند محمد طارق باين عندنا برضو ان احنا ستيل في دايناميك. لو رحنا عند عمرو الدايناميكس دي راحت. فدي كده مشكله هتاثر علينا ازاي سمعيا هنشوفها بعد شويه. نيجي بعد كده للي عمله الاستاذ اللي هو اسمه لاتينو ده. تعالوا نشوف كده هو عمل ايه. انا عشان في الميكسنج استخدمت بارل كومبريشن واستخدمت ساتوريشن، وقفت اللاودنس بتاعي عند -11.6، واللاودنس رينج 3. ما قررتش ان انا اوصل التراك مثلا ل-10 زي ما في ناس كتير بتعمل، وقلت كده كفايه. لو بصينا على الترو بيك اخرنا -0.3 والسامبل بيك -0.5، يبقى التراك دوت مش هيحصل عليه ديستورشن، او الهاي اند بتاعته مش هتبقى كرانش، مش هتبقى حراقه لو اترفع على اي بلاتفورم عندنا. وستيل برضو الحته الصغيره دي باين عندنا ان فيها داينامكس هنا، ان الدرام سكت، على عكس مثلا ايه ما حصل عند عمرو. يعني انت لو جيت بصيت كده هتلاقي ان كده لا، مش باين ان في فرق عندنا ان الدرام سكت. تعالوا نخش بقى جوه استوديو 1 ونكمل بقيه الرحله بتاعتنا. طبعا احنا لما دلوقتي بصينا على التراكات من ناحيه الاستاتيكس، بان ان كل تراك منهم هيدينا شكل ويف فورم مختلف. ففي بعض التراكات انا حطيت عليها ليميتر عشان خاطر اوصلها للاودنس زي اللي انا كنت عامله، لان اللاودنس اللي انا عامله ما هواش عالي قوي في نفس الوقت ما هواش واطي. طبعا التراك بتاعي ما حطيتش عليه ليميتر. هنا حطيت ليميتر علشان ارفع شويه عند نور، حطيت 1 وخليت الاوتبوت بتاعنا -نص، يعني يعتبر عليت نص. عند وفيق حطيت 6 وخليت الاوتبوت بتاعنا -نص. عند عمرو الشيخ ما حطيتش حاجه، بس وطيت الويف فورم بتاعتنا 2 دي بي عشان يبقى زيه زي بقيه الميكسات لما احنا نسمع. عند محمد طارق عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه، لان تقريبا اللاودنس اللي هو مخرجه قريب جدا لللاودنس اللي انا عملته. فانت كده فهمت ان المفروض كارقام ان انا قربت التراكات على قد ما اقدر سمعيا مش بالارقام، لكن لو عملتها بالارقام برضو مش هتطلع لك نفس النتيجه، يعني يبقوا كلهم زي بعض، ان هم يبقوا كلهم سوا. فهنشغل الاغنيه كلها مره واحده، واثناء ما احنا بنسمع المره واحده ديت هقعد ابدل ما بين الميكسات. ده هيخليك تعرف تحكم على كل واحد عمل ايه بالظبط، وطلع الميكس شكله وصوته عامل ازاي. طبعا ناخد الراوند الاولى من السمع، وبعدها نتكلم بقى شويه على كل واحد عمل ايه في الميكس، وايه الحاجات اللي اتعملت حلوه، وايه الحاجات اللي انا شايف ان في مجال لتطويرها. I know the seasons start to change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where is the peacefulness of mine? Where will my heart come back to life? I'm alright as I pick up the pieces that are left of me. I'm alright being away from you, and I'll be fine cleaning up the corner, put it back in order. But know I will always have this too.
all my tears and help me allay all my fears and help me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? Help me dry all my tears and help me allay all my fears and help me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? I'm alright as I pick up the pieces that I've left in me. I'm alright. Be away from you and I'll be fine. Cleaning up the corner, put it back in order. No, I will always have this too. طبعا زي ما قلت لكم حاولت اقرب اللاودنس ونبقوا كلهم قريبين لبعض، بس انت لما كنا بنبدل ما بين التراكات كان كل تراك فيهم بيديك برسبكتيف مختلف، يعني بيديك منظور مختلف عن شكل وستايل المزيكا ديت. طبعا حاجه من الحاجات اللي انا بنصح اي حد بيها عاوز ينضم معانا بعد كده في الفيديوهات دي، انك تعرف ايه هو نوع المزيكا، بيكون كمان مكتوب في الويب سايت وهي بتبقى محطوطه تحت كاتيجوري معين عشان تبقى عارف ايه هي، وتحاول تسمع شويه منه. ده هيفيدك في الاتي، هيفيدك في ان انت تبقى عارف شكل المزيكا دوت بيتمكسش ازاي، تبقى عارف مثلا سيل بنحط كومبريس قد ايه على الدرامز، بنخليه مرتاح ولا بنخليه بانشي ولا بنخليه سنابي، ولا الموضوع بيبقى عامل ازاي، البيس بيبقى محطوط فين، وهكذا. بنستخدم كميه ريفربات قد ايه. فدي حاجات كلها محتاجين ايه نبقى نبص عليها قبل ما نشتغل ونسمع. وبرضو لو استخدمنا الريفرنس تكنيك ان احنا نختار اغنيه من نفس الجنرال نقارن بيها، لو فيها نفس الالات هتبقى حاجه مفيده جدا بالنسبه لنا. احنا دلوقتي ده يعتبر اول فيديو، فاحنا بنستبلش الفورم عندنا. هنشتغل ازاي؟ هنحكم على حاجه. التراك دوت روك، فالمفروض الدرامز يبقى من اكتر الحاجات اللي فيها بانش وفيها سناب، واللو اند بتاعته كده تبقى واضحه. تعالوا نشوف الدرامز في كل حاجه. انا عشان اعمل التراكات اونلاين زي ما احنا شفنا، هعمل مثلا من المنظوره الرابعه للثامنه كده لوب، وهنقارن الدرامز في كل الميكسات، عند لاتينو، عند نور المرشدي، عند وفيق، عند عمرو الشيخ، وعند محمد طارق. فتعالوا نسمع حاجه واحاول هقول نصايح عن الحاجات اللي كنت شايفها ممكن تتطور في صوت الدرامز عند كل واحد، وايه الحاجات اللي انا حبيتها في ميكس كل واحد عمله في الدرامز. انا لو بقارن بيها مش بقارن بيها عشان انا الاحسن او عشان انا الافضل، لا، لان انا لما جيت امكسش راعيت الحته اللي فاتت ديت، والاغنيه ديت اتعمل لها ميكس في السلسله بتاعت كريس لورد الجي. كنت بعد ما خلصت سمعت حاجه لجرين داي، وسمعت حاجه لويزر، وحاجه لبند تالت مش فاكره ايه برضو كان هو اللي مكسشه، وحاولت اقرب الليفلز والكاركتر ان هي تبقى طالعه شبه اللي الراجل دوت بيعمله. فبقت السونيك كاركتر انا متاكد بشكل كبير جدا ان اللي انا عامله هو ده اللي بيتعمل في الشكل ده من المزيكا. فمقارنه بالصوت الدرامز اللي موجود عندي واللي موجود عند نور، انا شايف ان نور محتاج شويه يستخدم البارallel كومبريشن اكتر عشان يدي الحاجات مور سناب. الميكس اللي عمله النور حلو، بس مبين ان احنا كاننا بنلعب لايف. لو هو قاصد الخيال دوت فيبقى دوت تمام، بمعنى ان احنا قاعدين مع بعض، ولو ان احنا حتى لو في حفله ممكن نستخدم بارallel كومبريشن على الدرامز ونخليه يبقى فيه سناب وفيه بانش. دي ممكن تكون حاجه من ناحيه الذوق، هو مكسش التراك بشكل وبخلفيه مختلفه عن اللي انا بتكلم فيه. تعالوا نشوف اللو اند، علاقه الكيك بالبيز، صوتهم عامل ازاي فوق وصوتهم عامل ازاي تحت. نرجع برضو لحتة الذوق.
الشكل ده من الميوزك لما بيكون فيه بيركشن زي التراك اللي موجود عندنا اللي فيه الكونجا والبونجوز وفيه التشكر، هما مش بيعلوا ده، يعني بيبقوا معتمدين اكتر ان هم يعلوا الدرامز والحاجه التانية دي تبقى سبورتيف، الا لو جت حته سكتنا الدرامز زي بريك داون كده وبنلعب على البركشن يبقى باين اكتر. فدي حاجه انا شايف ان هي كانت المفروض تتعكس زي ما قلنا لو ما نسمع شكل المزيكا ده بيتعمل ازاي، ان احنا ندي للتراك بتاع البركشن اهميه اقل ونخلي الدرامز يبقى هو اللي واخد اهميه اكتر عندنا. الكيك شويه كنا ممكن نعمل سايد شين من البيس لو الليفل بتاعها كده ده اوكي بالنسبه لنا، مش عاوزين نزوده او مش عاوزين في الاي كيو نديها مور بانش عشان نعرف نفهم التفاصيل بتاعتها اكتر. تعالوا نشوف الريفربات. I know the city. يعني توظيف الريفربات شايفه لايق، لا الدرامز واخد ريفيرب كتير ولا واخد ريفيرب قليل بحيث ان هو يبقى ديسكونكتد مفصول عن باقي التراك. نعمل نفس التجربه ديت مع الميكس اللي عمله وفيه. I know the city. I know the city. نفس الملحوظه السابقه، وهنا كمان في حاجه انا خدت بالي منها. انا زي ما قلت يا جماعه الهدف من السلسله دي مش ان احنا نقول احسن ميكس ايه واوحش ميكس ايه. انا كل الناس اللي بعتت الميكسات دي بالنسبه لي دي اكتر ناس، يعني لو في الحياه كده دي اكتر ناس انا بحبها واخدها بالحضن وعناية ليها. ليه؟ لان دي ناس فعلا مهتمه بالهندسه الصوتيه، لو حتى مش شكل المزيكا ده احنا بنحبه او بيتعمل عندنا ان هم عاوزين يتعلموا، فطول الوقت بحط الناس ديت فوق راسي. اللي انا سامعه في الصوت بتاع وفيق ان الاوفر هيد اللي هم المايكين اللي محطوطين فوق الدرامز دول صوتهم عالي قوي، صوتهم عالي قوي لدرجه ان هم غطوا على الايمج بتاعت الكيك الاصليه والسنير. بمعنى ان مثلا التراك بتاع الاوفر هيد ده فيه مشكله ان المايك اللي بتاع الناحيه اليمين لقط السنير اكتر، فلو انت هتعليه وانت سايب المايك بتاع السنير في النص غصب عنك هيبان ان التوتال المجموع اللي خارج من صوت السنير مرمي ناحيه اليمين. ركزوا تاني على البليسمنت بتاع السنير في الميكس اللي انا عامله، وركزوا على البليسمنت بتاع السنير في الميكس بتاع وفيق. I know the city. مع نفس الملحوظتين السابقة، احنا مش بنشتغل شكل المزيكا ده كتير في الوطن العربي، يعني قليل لما بتلاقي ناس بتعمله، ولو بيعملوه شوية على استحياء، ما بيخلوش بانشي وسنابي كده، فكل الناس ليها اعذارها. بس زي ما بنقول احنا محتاجين نبقى مطلعين اكتر، نتعلم ازاي نستخدم الريفرنس عشان نطلع نتائج احسن وهكذا. نفس الوصاية اللي انا وصيتها لنور، سايد شين ما بين الكيك والبيز عشان ضربات الكيك تبان اوضح شويه، وممكن كيو البيز والكيك ان هم يكبروا شويه في شكل المزيكا ده بيكون صوتهم اكبر من كده سنه. طبعا عشان تراك الاوفر هيد عالي مش مبين قوي الريفيرب اللي محطوط على السنير والدرامز شكله عامل ازاي، فدي حاجه انا مش هعرف احكم عليها. يعني وفيق لو اتفرج على الفيديو حب يراجع النصايح دي ممكن يراجعها ويبعت لي كمان انبوكس الميكس بعد التعديل ويقول هو شاف دوت فاده في ايه وشاف ايه كان عاجبه قبل التعديل، لان عادي جدا انك تختلف مع وجهة نظري. هنعرف ساعتها نحكم على الريفربات بتاعه الدرامز بشكل احسن. بس ان تراك الاوفر هيد عالي كده ده مبوظ الايمج بتاعه الدرامز شويه. هنروح عند عمرو ونقارن ما بين عمرو وبين اللي انا كنت عامله. I know the city.
طبعا ميكس هنا فيه مشكله ان في بامبنج. البامبنج دوت بسبب اللاودنس وبسبب ان في كومبريشن محطوط على الماستر. كل ما الكيك بتشتغل حتى لو هو مفضلها مساحه في البيز وعارفين نسمع التفاصيل بتاعتها اكتر من الميكسين اللي فاتوا، بتلاقي الكيك كلها متضغطه الميكس. يعني بتلاقي الليمتر نزل باقي الميكس كتير بسبب الضربه بتاعت الكيك. لان ايه اللي بيحصل لما احنا بنعلي اي ميكس عندنا؟ ده السقف بتاعنا اهو، فانت بتبدا تعلي الميكس بالليمتر. فالليمتر بيعمل ايه؟ الليمتر بيبدا يعلي 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 يعلي، وصلت للزيرو، عاوز تعلي تاني. اول حاجات بتقابل الليمتر واول حاجات بيأثر عليها واول حاجات بيشيلها، يعني بيقص منها عشان خاطر يوصلك للاودنس اللي انت عاوزه، دي اهم حاجات بالنسبه لنا. وليه هي اهم حاجات؟ ان احنا في الليفلز حطينا اعلى حاجه، فبتبدا هي تتاكل في الكيك عشان اعلى حاجه معموله. اما بتخبط الليمتر جامد، فالليمتر دوت لما بيتخبط بيقوم منزل بقيه الاغنيه كلها، لان هو مش بينزل الكيك بس، هو بينزل بقيه الاغنيه كلها معاه. حاولوا تاخدوا بالكم من البامبنج افكت ده، لان ده حاجه مهمه، وده ما بيبانش لو انت بتسمع عالي. يعني لو انت معلي الصوت زياده ده مش هيبان لك عمره، ده ما بيبانش غير لما توطي، او تبقى حتى لو بتسمع العالي تبقى حافظ السيستم بتاعك كويس قوي. تعالوا نركز تاني ونسمع البامبنج افكت دوت، لان زي ما قلنا عمرو قرش شويه في اللاودنس، ونشوف تاثيره ايه على المقارنه ما بين الميكس اللي انا عامله وبين الميكس اللي عمرو عامله. I know the sea. I know the sea. I know the sea. فانا برضو حته اللو اند العلاقه ما بين الكيك والبيز، انا شايف ان كان في مجهود مبذول في الميكس عشان خاطر توضح دي، ان احنا عارفين نسمع النوت بتاعه البيز كويس وعارفين نحس الكيك بتعمل ايه. بس ممكن بقى يكون اللي بوظ التوتال بتاع العلاقه دي يعني الليمتر ضيع الحلاوه او ضيع المجهود اللي اتبذل في ان يبقى فيه ديفينيشن، في ان يبقى فيه سبريشن ما بين التفاصيل دي. فدي حاجة عمور انت محتاج تاخد بالك منها، ومحتاج شوية تراجع نفسك اعتقد في استخدامك للكليبر والساتوريشن، ان هما كانوا كتير شوية. يعني لو انت من الناس اللي متابعة اللاودنس وور التكنيكس والتريكس، الناس بتعمل ايه عشان خاطر تخلي الصوت يبقى اعلى، اللي هو مثلا بتشوف الكيك طلعت بيك لغايه ماينس مثلا 6، فبحط عليها كليبر وانزل لغايه لما تبقى مثلا ماينس 10، يبقى انا كده كسبت 4 دي بي، واروح على الدرام بس اقوم حاطط ليمتر يقوم منزل 1 او 2 دي بي. لا، الحوار ده مش حلو ومش صح، بيأثر على الميوزك بشكل سلبي. والنتيجة زي ما احنا شايفين، يعني انا الميكس بتاعي مثلا نقدر نقول ان هو حوالين ماينس 11 ونص، والميكس بتاعك انت مطلعه تقريبا ماينس 9 ماينس او 10، المفروض ان هو اعلى، بس التفاصيل بتاعته مش واضحه، وباين ان الميكس بتاعي فيه مور بانش ومور لايف، يعني فيه حياه اكتر من اللي انت عملته، وده بسبب الليمتر بس. يعني انا اعتقد ان انت لو رجعت نفسك في الخطوات بتاعه الليمتر والخطوات بتاعه الكليبنج وبتاعه الساتوريشن، هتلاقي الميكس ده راجع يتنفس تاني وصوته يبان اوضح. عندنا نفس المشكله بتاعت الاوفر هيد، ودي برضو بتكون حاجه محيره على فكره للمهندسين صوت كتير لما بيجوا يمكسجوا الدرامز لايف، لان بيبقى شايف تراك في عنده الايمج كلها. يعني بيبقى شايف تراك لما بيدوس عليه سولو، دول بيبقوا مايكين فوق الدرامز، فبيلاقي نفسه عارف يسمع الكيك، عارف يسمع السنير، عارف يسمع التوم، عارف يسمع الهاي هات والسامبلز. ففي ناس طول الوقت بتبدا بيه، وفي ناس بتاجله، يقول لك لا انا طلع صوت الدرامز اللي انا عاوزه من الكيك ومن السنير ومن لو عندي تراك هاي هات لوحده والتومز وهكذا، وبعدها اخلي التراك دوت يبقى اديشنال يكمل الصوره بتاعتنا. فانا سامع تراك الاوفر هيد برضو عالي، واخد دور اكتر من الدور بتاعه. الحاجه الاخيره اللي هنتشيك عليها، تعالوا نشوف البركشن.
يعني البركشن كاي وايز حلو، حتى باين ومديله دور اكتر من اللي انا مديهوله. انا مهمشه شويه عشان قررت ان الدرامز هو اللي يبقى سيء الموضوع اكتر، وتبقى السيزل والهاي اند اليمنت جايه من الدرامز عندنا اكتر. فدي حاجه ذوقيه، واللي انت عامله حلو، مش متضايق خالص من اللي انت عملته في انك مبين البركشن في الحته دي، حاطه في السبوت ده. تعالوا نشوف عند محمد طارق الشكل عامل ازاي، ونقارن ما بيني وما بينه، وبرضه نحاول نقول تيبس تحسن الحاجات اللي هي ممكن تتحسن. اي حاجه انا ما اتكلمتش عليها انتوا عملتوها كويس وعملتوها زي الفل من وجهه نظري، وقد اكون مخطئ 100%. لو في حد سامع ريفرنس تانية مختلفة وبيمكسجوا بالشكل اللي هو مكسجه، وهي دي حلاوة هندسة الصوت، ان مفيش حد يقولك انت تعمل ايه. هو انت دلوقتي ده سوق مفتوح قدامك، والشكل دوت من المزيكا في مهندسين صوت شاطرين جدا فيه، كل واحد بيطلعه بطعم. انت اخترت ان الطعم ده هو اللي عاجبك فمكسشت عشان تطلع زيه، فاوكي. لو انت مبسوط والكلاينت مبسوط، مفيش حد يقدر يقولك ان اللي انت عامله دوت وحش مهما كان هو مين. يلا تعالوا نشوف محمد طارق، تعالوا نشوف اللي انا كنت عامله. I know the city. I know the city. في حاجة حبيتها عند محمد، ان هو شوية هو مكسج الموضوع كأنه هو من حفلة، لو هو قصد ده يعني، وعاوز يحافظ على اللايف دي، ان يفضل التراك طالع كأنه هو في حفلة وكأنه هو متمكسج بالخيال ده. وديت برضو حاجة كويسة. حتة ان هو سايب الميوزك فيها داينامكس، مش مخليها مشدودة، ده خياله زي ما قلنا. لو هو حابب الشكل ان هو يطلع المزيكا بالشكل ده which is okay. عندي مشكلة بس مع صوت الكيك، ان الهاي اند بتاعتها كتير، في مقابل ان مفيش لو اند بيفي او فيها ثامب تبين ان الكيك عندنا فيها باور. تعالوا نركز تاني على الجزئية دي، يعني ركزوا على صوت الكيك. البيز عنده حلو قوي، ركزوا على صوت الكيك ما بين الميكس ده وما بين الميكس ده. فده زي ما بنقول كده اللو اند بياع، يعني لما بتطلع كيك وبيز صوتهم عالي مش اوفر، الناس بتحب تسمع الشكل ده من المزيكا، وبتحب تتعامل مع حد بيعرف يعمل دوت اكتر. فانت عامل ده حلو قوي في البيز، بس في الكيك كنا ممكن نبذل شويه مجهود اكتر نطلعها احسن. ده ليه علاقه بان احنا بنستخدم ريفرنس او لا، وليه علاقه برضو ببيئه السمع. فلو بيئه السمع عندك مش موضحه لك دوت، لما انا هبدا اشاور لك وهسمعك هنا واسمعك هنا، هتبدا تحفظ السماعات بتاعتك. لذلك انا قلت كل الناس اللي بعتت الميكسات دي، طبعا بحب كل الناس اللي على القناه عشان محدش يقولني حاجه انا ما قلتهاش. الناس دي اكتر ناس انا بحبها، ان هم عاوزين يتعلموا بجد. I know the city. I know the city. انا زي ما قلنا ده اول فيديو، فاحنا بنكون كده الشكل بتاع الفيديو هيبقى شكله عامل ازاي. فلو الفورمات دي حسينا ان هي مش احسن حاجه، وان احنا ممكن كنا نقارن بشكل تاني افضل، قولولي عليه. البركشن برضو ما عنديش فيه مشكله، لو انت سايبه في المكان دوت ومرتاح ومبسوط بيك كويس، ما عنديش فيه مشكله. هي بس حته اللو اند اللي كانت ممكن تتطور اكتر، يعني لو انت حبيت انك تطورها تاني تسعى لتطورها، لو متفق معايا في وجهة النظر، وتبعت في الانبوكس تسمعني، يعني انا ليك تحت امر. فتعالوا نشوف بقى الفور بار اللي بعدهم، عشان هنبدأ نتكلم شوية على ميكس الفوكال، ونتكلم على الدبث اللي موجود في التراكات. تعالوا نعمل مقارنة بقى في الحتة دي، يعني تفضل هي تتعاد ما بين الميكسات كلها، وبعدها نمسك حاجة حاجة. Reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where is the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where is the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down.
changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. Where is the peace? زي ما احنا قلنا احنا هنتكلم على الفوكال. جيسون جاشوا بيقول ان انت كل ما قدرت تخلي الفوكال اعلى، بس طبعا ما يبقاش خارج بره المزيكا، يعني ما يبقاش خارج بره النسق، ما يبقاش انت مثلا عملت باكت كده للاغنيه، يعني عامل مكان لكل حاجه والفوكال محطوط هنا. هو ما يقصدش كده اطلاقا، هو قصده ان انت تعمل الميكس بتاعك وتسيب سبيس تقدر تزق فيها الفوكال ان هو يبان اعلى. دي هتخلي الناس تحب ميكساتك اكتر، وهتخلي الناس تعتمد ان هي هتدي لك الميكس. لان احنا بنتكلم على اغنيه، مش هتخلي المزيكا اعلى عشان مثلا انت بتوزع او عشان خاطر انت بتحب الميوزك اكتر، ومش هتخلي الفوكال اعلى عشان خاطر انت عاوز ترضي المطرب لان هو اللي بيدفع، وهكذا. فكل ما عرفت تخلي الفوكال بتاعك اعلى من غير ما يخرج بره النسق ويفضل داخل جوه الاغنيه، كل ما كسبت بوينت اكتر، وكل ما بقيت اشطر من المنافس اللي اقرب ليك. في فوكالز موجوده محطوطه في ليفل قليل، كنت شايف طبعا ان هي محتاجه يتعمل لها بوش. فدلوقتي هاخد راوند ما بين كل حد وما بيني، اقيم الفوكال احنا عارفين نسمعه اوضح قد ايه من ناحيه الليفل. Reasons right for change. It's changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. Where is the reasons right for change? It's changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. اوكي طيب، اعتقد النور تقريبا وجهة نظره وسمعه قريب جدا من سمعي في الجزئية دي، ان هو حاطط الفوكال في نفس المكان. حتى لما احنا بنبدل، احنا الحاجات معمول لها ماتش في اللاودنس، احنا تقريبا كأننا بنسمع الفوكال في نفس المكان بالظبط من ناحية الليفل وايز، which is okay. تعالوا نشوف وفيق عامل ايه مع الفوكال. Reasons right for change. It's changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. Where is the reasons right for change? It's changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. Where is the هنا الفوكال اقل، فلو احنا بنتكلم المصلحة العامة، انت تخسر كده السباق. تخسر السباق لسبب تاني، ان لو انت خلصت اغنية المطرب وبتديها له، هو بيعمل حاجة مش المطرب بقى، يعني كل الناس بيبقى عندها حاجة اسمها مي سيندروم. يعني لو ده بند انت اللي مسجله لايف بايدك وخلصت الميكس وقلت لهم يا جماعة تعالوا انا خلصت الميكس اسمعوا انا عملت ايه، هتلاقي البيزست بيبص لك يقول لك بس مش صوت البيز محتاج يعلى كده شوية، والدرامر يقول لك زق الدرامر بس 1 ولا 2 دي بي. طبعا الفوكاليست بيجي يقول لك يا معلم مش عارف اسمع صوتي، ما تعليني شويه. انت هتلاقي نفسك بتبص كده لكل اللي حواليك اللي هو فيها ولا فاهم. فالموضوع ده بيبقى زي ما بنقول كده برضو، ان انت listen through his mind، ان انت بتسمع بودن اللي قدامك، يعني بتبقى عارف كمان اللي قدامك عاوز ايه، او هيحكم على المزيكا دي بشكل عامل ازاي. فمثلا سيتويشن زي اللي انا افترضته ده، موقف زي اللي انا افترضته، ان انت كده هتتخانق مع الباند كله، ان انت تقول لهم لا يا جدعان، هو كل واحد هيقول لي علين انتوا جايين تخربوا الميكس. فضروري ضروري ضروري ان يكون في ريفرنس، لان لو في ريفرنس لا يا جماعه معلش يعني فاهم، مع احترامي ليكوا احنا اهو وجرين دي اهو، لا اسمنا بنفس اسمهم ولا نفس شهرتهم، تمام، ولا عندنا نفس الايكويبمنت بتاعتهم ولا نفس الاستوديو، ولا انا كمهندس صوت بخبره مهندس الصوت التاني اللي عامل الميكس مثلا كريس لورد الجي، فاحنا يا جماعه احنا زيهم. بتفضل بقى ساعتها في حاجات ليها علاقه بالاذواق. طب ماشي خلاص، طب بص زق الفوكال نص بيه، زق يا عم مفيش مشكله، لكن انك تبقى سايب الباب مفتوح كده ان ده يقول لك عليني وده يقول لك عليني وده يقول لك عليني، صباح الفل، كل مجهودك ده اترمى في الباسكت. فتكر يا جماعه من انكم تشتغلوا بدون ريفرنس. احنا اتكلمت على الموضوع ده كتير، يمكن الفيديوهات دي بقى هتوضح اهميته اكتر. فهو في هنا الفوكال ذات نفسه محتاج يعني تعمله بوش سنه، وفي بقى حاجات في المزيكا خابطه فيه يعني عامله مشاكل معاه، وليه علاقه كمان بالستيريو ايمج، ان مثلا انت سايب الجيتار الالكتريك في النص،
فبيتخانق معاه. تعال نشوف مثلا انا ونور، هتلاقي ان احنا عارفين نسمع الفوكال بوضوح ان احنا مفضيين له شويه السنتر اكتر. Reasons not to change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons not to change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons not to change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. فتك كير بقى من الموضوع ده. موف تو عمرو الشيخ، يلا بينا. Reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged. هو انا يعني شويه مش عارف اخد قرار صائب بسبب البامبنج اللي موجود في الميكس، بس لو احنا جينا نقول مثلا عاوزين نعمل خطوه كده صغيره تخلينا نعرف نسمع الميكس بشكل اوضح، احنا ممكن ننضف المنطقه اللي حوالين اللو ميد دي سنه عشان نعرف نحكم شويه على الليفلز بتاعه الفوكال. Reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. يعني اوكي ماشي. هو بس نفس المنطقه دي في مشاكل ما بينها وما بين بقيه المزيكا شويه، كنا ممكن نعملها كلين اب اوضح عشان الفوكال يبان اكتر في الحته دي. تعالوا ننتقل على محمد طارق. Reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Where does the reasons right for change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. يعني ليفل الفوكال كان ممكن يتزق سن، لان خاصه اللي موجوده في الكيك باينه ان هي اعلى، وانت سايب يعني موزع الستيريو ايمرجي كويس بحيث ان الفوكال ما تضطرش تعليه زياده على ما الناس تبدا تسمعه. محتاجين نبص على حاجه تانية بقى، محتاجين نبص على الموشن. هي الاغنيه كلها على بعضها المفروض ان هي بتيجي في الاخر توصل لحته اسمها اكسبلوزيف، ان الاغنيه كلها على بعضها ايه تزيد، تقعد تعلى لغايه لما نوصل للبارت الاخير. انا هسمع وهعمل لوب على جزئيه معينه عشان عاوز اوضح حبه حاجات ليها علاقه بالاوتوميشن، بس انا هسمع عشان احدد دلوقتي الجزئيه دي. That I left me, I'm alright. Feel away from you. Oh yeah, I'm alright. As I pick up the pieces that I put it back in order. Know I will always have this too. Oh yeah, I'm alright. As I pick up the pieces that I left me, I'm alright. Feel away from you. Yeah, as I pick up the pieces that I left me, I'm alright. Feel away from you. Yeah, I'm alright. لما بيكون في سيكشن زي كده في الاغنيه، في مهندسين صوت من طبيعتهم لما بييجوا يمكسجوا ان هم بيعملوا لوب
على اكتر حته كراودد، يعني اكتر حته مصحومه واكتر حته كل الناس بتلعب فيها وبتاع، لان هو لو طلع الحته دي رايقه بيروح بقى يشوف في الانترو. طبعا هيكون في اوتوميشن يعلي حاجه يوطي حاجه وهكذا، بس بالنسبه له خلاص انا اتاكدت ان احنا لما نيجي لاكتر حته فيها آلات كتير وهتحصل خناقه ومش عارف ايه، الحاجات مسموعه وكل حاجه موصله الباور بتاعها، فاوكي مفيش مشكله. عاوزين نسمع بقى الجزء دوت في كل الميكسات، لان احنا في الانترو خلاص احنا سمعنا الشكل عامل ازاي في حته من المزيكا، سمعنا لما الفوكال دخل وقلنا على ليفلات الفوكال شويه تعليقات. تعالوا نشوف الموست كراودد ده او الموست باورد في الاغنيه عندنا شكله عامل ازاي ما بين الميكسات كلها على بعضها. يعني شويه في حاجات ليها علاقه بالذوق، وفي حاجات ليها علاقه بالميوزك والميكسنج تكنيك خاص بالمزيكا دي. زي ما قلت يعني انا شايف ان في كل ميكسات كنا محتاجين نهتم بالبارل كومبريشن بتاع الدرامز، ان احنا نخليه مور سنابي ومور بانش اكتر. هنا بقى في الحته دي بان ان احنا المزيكا دي الناس بتسمعها فاهم بتبقى بتعمل كده وفي هايبر فايب. ده مش متحقق بسبب ان الدرامز هنا بقى لوست، بقى تايه وسط المزيكا، مش مديني نفس الاحساس والباور بتاع الدرامير وهو بيلعب قدامي. في حاجه تانية بقى الحركه بتاعه الالات. انا اقول لكم انا فكرت ازاي، ولو انتوا يعني شايفين التفكير ده مفيد ممكن تستفيدوا منه حاجه، شايفينه مش مفيد الكلام يخش من هنا يخرج ايه من الناحيه التانية. الالكتريك جيتار والاكوستيك جيتار اللي هم بيلعبوا ريزم كانوا موجودين طول الوقت في تراك، بس جوه التراك بتاع الالكتريك جيتار كان موجود التراك بتاع الالكتريك جيتار اللي بيلعب سولو. انا هنا علشان في استوديو ومش مثلا بعمل ميكس للاغنيه دي وهتتحط على كليب، فلازم احافظ على اماكن الناس قاعده فين وهكذا. غيرت الاوتوميشن بتاع البان، ما سبتوش زي ما هو. يعني لو سمعتوا الميكس بتاعي في الحاجات اللي قبل كده هتلاقوا ان كان فعلا الالكتريك جيتار انا عامل له بان الناحيه دي، بس دلوقتي لما تيجي تسمع هتلاقي الالكتريك جيتار موجود في النص. ليه؟ لان مفيش في الناحيه التانية حاجه بترد عليه سولو، وانا خليته كانه بيستلم من الفوكال ويكمل هو بقيه المسج. وحاجه تانية لو سمعتوا الحركه اللي حاصله دي، الكلام اللي بيتقال دلوقتي هو اتقال قبل كده في الاغنيه مرتين، فما بنوصل للحته الاخيره دي بنبقى عاوزين الناس تبقى مهيبره اكتر بسبب المزيكا، لان الكلام خلاص سمعوه وحفظوه، مفيش داعي ان الفوكال يبقى في وشهم قوي في الحته دي. فركزوا بقى على التفكير اللي انا عملته ونقارن ده بكل الميكسات التانية، مش بالميكس بتاع نور بس. يعني بالنسبة لي لو احنا اتفقنا على نفس الهدف، كأن مثلا البند واقف فبيدينا بريف، جم قالوا لي بقول لك احنا في الاخر الفوكال مش مهم، خلاص بقى الناس سمعت السينيو ده مرتين 3 في الأغنية، عاوزين الناس هنا تكسر دماغها من المزيكا. فالفكرة كلها برضو انك تبقى ماشي التراك اهو، هل انا هبدا ارفع الفيدرز واشوف ده عاوز دي تتقطع دي تتزود، ده عاوز كومبريشن، ده احط على هنا ريفيرب، احط على هنا ديلي
واحنا خلصنا ولا في فيجن الاول. فبرضه بيكون مطلوب عندنا ان احنا نحافظ على الفلو موشن، ان احنا نسمع الاغنيه وهي بادئه قليل او بتعلى 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 لغايه لما تنفجر في القسم الاخير لو هي فيها حاجه زي كده، وما نخليش الحاجات تبقى كلها سكواشت. ما نجريش ورا اللاودنس على حساب الموفمنت، على حساب الحركه بتاعه المزيكا. محتاجين نعمل حاجه اخيره قبل ما نقفل الفيديو دوت، ان احنا نتشيك الانترو، لان دخلة الاغنيه بتكون من الحاجات المهمه اللي هي زي ما نقول كده بتبيع. يعني انت عرفت تخطف الناس بشكل قد ايه. تعالوا نقارن دخلة الاغنيه في كل الميكسات. لو خدتوا بالكم ان احنا مثلا لما وصلنا عند نور الحاجات كلها ماتشد لاودنس، تحس ان الاغنيه بتاعت نور مؤدبه. البارل كومبريشن لو كان موجود، او لو كان في ميكس باس كومبريشن شد الموضوع شويه، بس اكتر حاجه البارل كومبريشن على الدرامز، كنت هتلاقي الاغنيه داخله وسع يا ابني انت واصحى المزيكا اللي هتتلعب دي. تعال نكمل الباقي. عجبني عند نور الإفيه بتاع الريفيرب، لأن هو برضو إيه يعني حس إن الحتة دي فاضية فحب يعمل حاجة في الأمبيانت تملاه. حلوة الحركة دي. تعالوا نروح لوفيق تاني. عندي مشكلة شوية في الميكس بتاع وفيق، حتى باين من الانترو ان حاسس ان الدنيا ملمومة. تحس ان مفيش العمق اللي موجود في كل الميكسات. فحتة البانينج دي محتاج شوية إيه تراجعها، يعني تبقى تشتغل عليها اكتر، مع طبعا الملحوظات اللي احنا قلناها قبل كده في الميكس. تعالوا نشوف عمور كان عامل ايه. نفس مشكلة الستيريو ايمج في البانينج، لان انا عندي جيتارين وعندي كان في بيانو برضو بيلعب الحتة دي، بس شوية مثلا انا مهمش دوره، برضو محمد طارق مهمش دوره، وهكذا. لان صوته ما كانش اعظم حاجة، مش المفروض برضو هو اللي يسوق الشكل ده من المزيكا. ليه انا دلوقتي سامع ان ليه الجيتارات دي حاسسها كده قريبة قوي، الستيريو ايمج بتاعتي ممكن تبقى كده، فانا حاسس ان الجيتارات موجودة هنا. حبيت الجراءة في دخلة البيز هنا، اللي هو فاهم، هو داخل برضو سايق الموضوع، بس زي ما قلنا الميكس ده فيه مشكلة، لأن أنا حاسس إن هو اتمكسج تكنيكاليتي في حتة اللاودنس. يعني في ناس بتقعد تبص تشوف بيك قد ايه، زي ما قلت لكم، في حط كليبر نقص مش عارف ايه، حط 3
ليمتر على الماستر وبتاع، حرام. يعني انا شايف ان الميكس ده كان مبذول فيه تفاصيل ضاعت كلها واتظلمت بسبب اللي حصل في اللاودنس. بس فده الفورمات اللي انا ممكن امشي بيه بقيه الحلقات. طبعا الحلقه كبيره قوي، بس انا زي ما قلت الهدف منها الحلقه دي واخده كوبي رايت من قبل ما تنزل. يعني مش الهدف منها ان انا اكسب منها اي حاجه، لان الاغنيه بمجرد لو حد منكم جرب يرفعها هيلاقي عشان الفوكال موجود خلاص بقت كوبي رايت، هو مش هيكسب منها حاجه. فالهدف ان احنا كلنا مع بعض لما نتقابل مثلا الشهر الجاي نعمل تراك تاني نطلع نتيجة احسن، ناخد بالنا من الحاجات اللي انا قلت عليها في الفيديو ده. لو انتم متفقين معاه مش متفقين معاه زي ما قلت كلام يخش من هنا ويخرج من الناحية التانية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان هي تكون ساعة مفيدة وتشير التجربة ديت، لان زي ما قلت هي ان شاء الله هتكون متكررة. واشوفكم في ميكس جديد. سلام.